مش زي المره الاولى. طيب اعملي بس كفايه. قربي ايديك لتحت كده. شكرا. لا بابا، والتانية وبديك اللي فوق أكبر. انت مش فلاورة. لا، فلاورة دي حاجة تانية. بص خلال كب كيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا مستغربين من المنظر دوت. انت فتحتي محل ولا ايه؟ لا ما فتحتش محل، بس بكرة ان شاء الله عيد ميلاد زوجي، وقررت ان انا اعمل له الحاجات في البيت، تورت وكده، بحاجات بسيطة يعني، وفي نفس الوقت تبان ان هي كأنها من بره. يعني ايه، ما جبتش كل حاجة، ما عملتش الدقيق والبيض والمسحوق والفانيليا والبيكنج باودر، لا جبت الحاجات دي جاهزة. بصراحة جميلة جدا، جربناها كتير في البيت وبتبقى جميلة جدا. قلت مثلا اجيب تورته واحده ب 300 400 جنيه، اعمل بالمبلغ ده 3 4 حاجات، يعني تورتتين مثلا، كب كيك، حاجات تانية كتير بنفس ذات المبلغ. تمام. فتعالوا بقى نشوف كده هنعمل ايه. بصوا حبايبي، بالنسبه دلوقتي اول حاجه هنبدا بيها الكيكه الاستفنجيه، هي بتعمل فانيليا، المطلوب فيها 6 بيضات. ثانيه واحده كده. مطلوب فيها 6 بيضات ونص كوب ماء. تمام كده. اول حاجه عملتها ان انا سخنت الفرن دلوقتي شغال. بعد كده بيقول لي انزل خليط الكيك، هنزل اللي هو الخليط اللي جوه هنا دلوقتي معانا في الكبه، بالجزء الاصفر ده. ماشي، وهنشوف هتتعمل يبقى شكلها ايه. صبي كده بالراحه يا اسيل، معايا اسيل طبعا بيشتغل معايا النهارده، بالراحه اهو. وبعدين الميه والبيض كله مع بعض. ثانيه واحده يا اسيل. جربوا يا جماعه، الموضوع ده جميل جدا، مش لازم يعني نتعب نفسنا الاخر. يعني انا اساسا رجلي تعباني، بس قلت الحاجه دي مش هتغيرني، لا همسك دقيقه اقعد انخله، ولا اقعد في البيت شويه، لا كله هيتحط مع بعض وخلاص. ثانيه واحده يا اسيل. بس كده. ثانيه قبل الميه. ماشي، حطي الميه حبيبتي على طول، مش هتظبيها كلها في الصفر. شيلي كده. وبعدين هننزل بالبيض ده كده. البيض اديني 6. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. وبالمره ديكم بتشوفوا الكبه وهي بيتعمل فيها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وهي بيتعمل فيها كيك. 2 3. طبعا ممكن مع الضرب كميه تزيد، مفيش مشكله، ننقلها في بوله تانية ونكمل عليها بالمضرب. تمام. دي كده 4. 5. تمام. هاتي يا اسيل، هاتي. تمام. بس كده. هاتي بقى واطي. نظبط بس الصورة. اول حاجه بيقول لي اعمل دقيقتين على السرعه المنخفضه. انا بحب امشي في الحاجات دي بالظبط، وبعد كده بسرعه منخفضه لمده 2 دقيقه، ثم بسرعه عاليه لمده 6 دقائق. اعملي بقى كده دقيقتين. كنا بقى لنا دقيقتين في المنخفضه، هنعمل بقى السرعه العاليه. بصوا يا جماعه، هو اقصى حاجه عنده ان هو يعمل الجزء ده، اي نعم بيض وبقى جميل، بس طبعا كمان مش هتكفي اي حاجه، فانا هصبها دلوقتي هنا معاكم وهعملها بالمضرب الكهربائي اللي هو اصلا بتاع الكيكه. تمام. شيلوا ده كده خالص، هنصبها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين هاتيلي كده. دلوقتي خلاص احنا ضربناها كده، بصوا وصل لغايه فين. فخلاص هنصبها بقى. انا ما عنديش ورق زبده فحطيت ورقه بيضه نضيفه حلوه. ورقه نضيفه بيضه حلوه. ماشي، هاتي بقى بتاع القمر الاسباتوله دي. ايوه دي اهي. لا صحصحي بقى، انت المساعده بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. صح خلص واحدة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا هما كاتبين ان انا اقعد اضرب فيها بسرعه عاليه 6 دقايق، فانا او لغايه ما توصلي للحجم اللي انت عايزاه. فانا قعدت فيها اكتر من 12 دقيقه بضربها على عاليه يعني. ف ان شاء الله تعلى كمان شويه في الفرن باذن الله. خلاص يا جماعه انا صبيتها كلها اهي زي ما انتم شايفينها. هحطها بقى في الفرن على قالوا قد ايه 40 دقيقه، او برضو نختبرها ونشوفها استوت من جوه ولا لا. فهحطها دلوقتي واقول لكم بالظبط اخدت معايا كام دقيقه. دلوقتي يا جماعه هنعمل تاني كيكه مع بعض. هي مسحوق كيكه الفراوله، هي بتعمل فراوله. مطلوب فيها بس 3 بيضات و100 جرام زبده ونص كوبايه لبن. ادي نص كوبايه اللبن، وادي ده المعيار بتاعه 35 مللي. وانا في كمان واحد عباره عن 15 مللي فاستخدمتهم الاثنين، فدي الكميه يعني دول 100 جرام. تمام. يبقى ادي اللبن وادي البيض. هاتي 3 بيضات يا اسيل، هاتي 3 بيضات. تمام. وهنحطهم كلهم مع بعض مره واحده. اهو طول محتوى العبوه مع كله يعني يتحط مع بعض ويتضربوا. تمام كده. هاتي 3 بيضات بقى. بسم الله. طبعا انا حاطه قدامي علبه مليانه بيض، لان اليوم ده يوم البيض. هنستخدم بيض كتير. ادي ال3. فهننزل بقى انت اقطعي المسحوق قبل ما انا افرج. ادي البيض. هعمل حاجه دلوقتي ان انا هضرب البيض الاول وبعدين احطه مع بعضه كله مش زي المره الاولى. طب اعملي بس كفايه. قربي ايديكي لتحت كده. شكرا. زي ما انتوا شفتوا اسيل فرقعت البيضه وكبت عليها. ادي اخرة اللي مش ورا العيال. مش همنتج الحته دي انا عشان انزل لها بيها بعد كده. ماشي. وبعدين هضرب بقى الاول البيض. اضربه شويه ولا خلاص؟ انا كده ضربت بتاع دقيقه البيض. اتفضلي بقى انزلي بقى بالكميه بالراحه. ريحه الفراوله دخلت في زوري. حلو. ايه البيض ده؟ البيض اللي في ثانيه واحده ثانيه واحده. ده السفينة. مسحتي الجزء ده. هننزل بقى بالزبده. هننزل باللبن. لا يا ريت ما تنزليش باي حاجه. لا بتقولي يا ريت انزل باللبن، يعني احنا لسه ما عندناش البيضه. بعرف انزل بيه. اسكتي. درجة المية كمان. حتى اوريك. وش معرفتيش. لا انا بعرف. هنزل باللبن. لا بتقولي هاتي اوريكي. لا انا كفايه اللي شفته. ايه ده؟ في لون بامبي. هنضرب بقى. لون بامبي. الاول بيقولي دقيقتين على الهادي. عشان الدخان ده. بصوا يا حبايبي انا خلاص خلصتها اهو. ضربتها ضرب يعني لما قالت يا بس. وادي هعملها بنفس الشكل. بصوا اللي معمول بيها ديت اهي عشان تتقطع كده يبقى شكلها جميل. ماشي. اجيب حته قطعه زبده وهمسح بيها الصينيه كلها بالشكل ده. بصوا يا حبايبي حبه دقيقه اهو. طبعا كل ده هيتنفض زياده اهو حبايبي. كده جبنا
الكيكه هننزل بقى بيها هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انتي بتظبطيه في الصينيه، بس اوعي تهبدي الصينيه تروحي مهبطه الكيكه خالص، اوعي تعملي الحركه دي. حاولي كده بايديكي تميلي يمين شمال زي ما انا هوريكم بالمنظر ده كده. بس ايه يعني ايه، دخلها بقى الفرن بالمنظر ده كده، اوعي تهبدي. بس هندخلها الفرن ونخش نشوف هنعمل ايه تاني، وهوريكم كل حاجه في اخر الفيديو. اوعوا تسيبوا القناه. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا هعمل البودنج اللي هو بالشوكولاته. مطلوب مننا 100 ثواني كده اظبط الكاميرا. مطلوب مننا 100 جرام من الكميه اللي هو هنا البودنج، و40 ملي لبن، ف 400 ملي لبن سوري. فانا دلوقتي حطيت من ديت، هي ديت 250 ملي، حطيت منها وعليها 150 ملي. تمام كده. فهبدأ بقى احط المسحوق اهوت. بصوا يا جماعه، خلاص انا قلبته كويس بالمضرب العادي دوت. وبعدين حطيته على النار اهوت. هقعد اقلب فيه لغايه ما ايه ما السمك يتقل. فانا هوريكم بقى بعد ما السمك يتقل عشان خاطر بس الفيديو بتاعنا ما يطولش. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض الكب كيك. ادي علبته اهيت. بصوا الشكل دوت، وهو جاي معاه الورق بتاعه اهوت. ماشي، جايبين معاه 15 ورقه. ماشي، انا ما عنديش الصراحه، وكويس ان هم جايين معاه. فمطلوب فيها بيضتين اهمت، و100 جرام لبن، و100 جرام زيت. فنحط بقى المكونات دي كلها مع بعض. ماشي، اول حاجه هنحط ايه البودره، واحده واحده، ما تحاوليش يعني قربي ايديكي كده وبالراحه. تمام. وهننزل على المعيار دوت 125، فانا قللت شويه. تمام. هنعمل بقالي كمان الزيت برضو كده 100 جرام. ايه ده اهو، شايفه؟ خد يا جول. وادي البيضتين. كده كيكه السمية. بصوا ما شاء الله حلو. تعمل 3 طبقات ان شاء الله. ماشي. النهارده حبايبي بقينا يوم الجمعه خلاص. هنبدا بقى في تنظيم الشقه، تنظيم البيت، تزيين. هنزين بقى الحاجات ديت. طلعت الفراوله من الفريزر، هنعملها عصير. ودلوقتي طبعا ظبطت وشي كده شويه، وحطيت الماسك دوت في ايديا، مستنيه ينشف عشان اقدر اقشره. وبعدين هبدا بقى دلوقتي في الزينه انا والبنات، وخليكم معايا. دلوقتي حبايبي هبدأ بقى اظبط التورته بتاعه العيد ميلاد. اول حاجه بدأت اشيل الوش زي ما حضراتكم شايفين كده، هشيله طبعا كله، وهنبدأ نقسم مع بعض التورته زي ما هتشوفونا هنعمل ايه.
الاول انا مش عايزاكم تسيبوا الفيديو، لان اخر الفيديو هو الاهم. اخر الفيديو هنشوف العيد ميلاد كله، وهنشوف كل اللي احنا عملناه في اليوم بتاعنا. وطبعا هستنى رايكم على على الفيديو، لان انتوا خلاص اصبحتوا جزء من العيله بتاعتنا. دلوقتي هنشوف بقى زوجي هو بيقسم التورته بالخيط زي ما انتوا شايفين كده اهوت. اول طبقه قسمها خلاص. بصوا بمنتهى البساطه. ده خيط سناره، ممكن تعملي في خيط عادي يعني مفيش اي مشكله. كده شلنا اول خيط اهوت. هنحط الطبقه الاولانيه قدامكم في الطبق. بصوا قد ايه قلبها فاتح وجميل جدا. على فكره الكيكه دي مشرفه جدا قدام ضيوفك وحبايبك لو جبتيها، وبالعكس ده هيبان ان اهتمامك قد ايه ان انت تعبتي في حاجه عشانهم. تمام كده. دلوقتي خلاص عملنا التورته ل3 طبقات، وزوجي هيبدأ بقى ايه يزينها او يعملها بالكريم شانتيه. احنا في حاجات عملناها ما قدرتش اصورها من كتر ما خلاص الوقت كان بيجري وكان المفروض اعمل كذا حاجه، بين البس البنات وانا البس وبيبقى في تحضيرات في الاخر بقى خلاص الناس جايه يعني. فزوجي بقى بدأ يحط كريم شانتيه اهوت في الطبقات بتاعه التورته، وهيحط كريم شانتيه حواليها ويبطنها تمام. وكان في بقى الصوص بتاع الشوكولاته على النار او كان بيبرد يعني. كان عبارة عن 3 معالق الصوص عبارة عن 3 معالق كاكاو خام، وكوباية لبن، ومعلقتين زبدة، وممكن تجيبي مكعبين شوكولاتة خام تبشريهم كويس، وتقلبي بقى كل دوت ما عدا الزبدة. تقلبي كل اللي انا قلت عليه ما عدا الزبدة على النار لغاية ما يسيحوا ويبدأوا يتقلوا، وفي الاخر خالص تروحي نازلة بمعلقتين الزبدة بس كده. ونستنى بقى ما يبرد، وتروحي حطيناها في التلاجة، وبعدين طلعناها لما الصوص برد شوية وكبناها عليها. وزي ما انتوا شايفين زينا كده التورته. كل حاجة من اللي قدامكم دي عاملة 5 جنيه بس، الشيكبون ب5، التهبيدة ب5، كل الالوان اللي فيها. وجبنا بقى الشمع ده هابي بيرثداي تو يو، وديت من ايد زوجي هو اللي عملها على فكرة كلها. كيكة الجيلي والكيكة دي طبعا التورته، وجبنا فاكهة وعملنا عصير الفراولة وكب كيك اسمه ايه البودنج كان في التلاجة وجيلي كمان. بس هسيبكم على عيد ميلاد. هابي بيرثداي تو يو حمو، هابي تو يو، سنة حلوة. ايوه صح. هابي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو محمد وسيم تو يو. يلا حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة. 2 حمو وواحدة توفي يا حلوين. حلوة يا جميل، يلا حالا بلا حيوة والفصل، هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد، فليحيى أبو الفصل. كل ثانية في عمركم وانتم طيبين، ربنا يدخل على قلبك السعادة والهنا والفرح. اللهم يا محمد يا ابن رزق أروح. محدش عايز يقول حاجة؟ مرة واحدة 3 سنين جايين لك مرة واحدة. إن شاء الله. انت اتجوزت عليك. أنا عارفة صحيح هتستنيهم.